السلام عليكم. رايحين دهب. اول مره اصلا بنطلع حاجه زي دي سوا. بس انا مبسوط جدا جدا، رغم انهم عمالين يرخموا عليا افتحوا الشباك وتجيب هوا وانا اصلا عندي برد. بس انا مبسوط، خصوصا ان احنا خدنا خطوه زي دي. انت عارف ان الحاجات دي بتحتاج ترتيب وبتاع، بس احنا خدناها كده. لا انت ما رتبتش. This is احمد. احنا اللي رتبنا. اوكي ثانك يو مان. This is our driver، السواق بتاعنا، يعني اللي واخد الطريق كله لوحده علشان احنا مش بنعرف نسوق. اوكي وصلنا الحمد لله اخيرا مكسرين. اخدنا دلوقتي 12 ساعه تقريبا، يعني لا 10 بس. احنا ريحنا شويه في الطريق يعني 10 بس، 10 10 ونص بالراحه. نروح ننام بقى ولا ناكل الاول ولا مش عارف. الاكسبكتيشنز بتاعت الجماعه مش عاليه جدا، يعني هي الاوضه ديسنت، مش حاجه واو قوي ولا حاجه سيئه. اوكي نمنا الحمد لله. يعني انتوا فين يا جدعان؟ يعني اعتقد دلوقتي احنا احسن كتير نوعا ما. اوكي دسوقي احسن دسوقي احسن. اوكي دسوقي احسن. هنروح ناكل بقى، ناكل. مش عارفين هناكل فين ولا ناكل ايه، بس we have to eat right. لفينا شويه في البلد هنا. البلد جميله، ما هيش زحمه قوي وما هيش فاضيه قوي. بكره ان شاء الله هو يعني اول يوم هنعمل فيه حاجات اكشوال. طبعا هنشير الكلام ده كله بحيث ان لو حد جاي دهب ممكن يعني ياخد جلينس كده او ياخد نظره كده او لمحه على الحاجات اللي هو ممكن يعملها هنا. حاول قدر الامكان اسجل كل حاجه ان شاء الله. What is up guys؟ النهارده البروجرام جميل جدا. This is وفا باي ذا واي، كان معاه من الثانويه العامه، كنا ساعات بنذاكر سوا. اوكي هو دخل صيدله وانا دخلت هندسه، وهو عايز يسيب صيدله وانا اوريدي سبت هندسه. مش عارف الصوت واضح ولا لا، ممكن يكون في هوا، بس البروجرام بتاع النهارده اكسايتنج جدا. اول يوم بقى يعني ده الحاجه. يعني امبارح ما عملناش اي حاجه، لفينا كده وبتاع. النهارده هنروح نغطس ان شاء الله. وانا يعني حسيت ان انا محتاج جو برو معايا، يعني حسيت فعلا ان الجو برو كانت هتبقى اضافه حلوه جدا جدا للكاميرات بتاعتي. يعني ان حاجه زي الغطس او الميه او حاجه زي كده ما اقدرش اخد الكاميرا دي معايا. جو برو حطها على دماغك، حطها على اي حته وانزل يا معلم، مفيش اي مشكله خالص. برضو ممكن نطلع بالليل الجبل، واعتقد ان ديت ممكن تكون الهايلايت بتاعت النهارده. فهنغطس، هحاول اشير as much as possible with you الاكسبيرينس عامه. يعني انا اول مره هغطس، محمد تقريبا كلنا اول مره هنغطس، اكيد اول مره كلنا هنغطس. مقلق شويه مش عارف ليه، بس يعني خير ان شاء الله. يعني ان شاء الله الناس اللي غطسوا قبل كده انبسطوا جدا، ف we'll give it a try. Yes.
لسه طالعين من الدايفنج حالا. جماعه مبسوطين جدا، مبسوطين جدا. احمد مبسوط جدا جدا. انا مبسوط مش من الغطس، انا كان في مكان افضل في مرسى علم اغطس فيه، لكن مبسوط ان انا اخدت الخطوه وغطست. الجماعه هناك كانوا مخوفيني جدا من الموضوع ده، يعني كان معانا واحد بيكلمني دايما عن ازاي الناس بتموت في الغطس، مش عارف لما تقوم طالع فجاه فالرئه عندك فجاه. عارف عامل زي ايه؟ زي اللي بيطلع معاك على الطياره ويجي يقول لك ايه؟ انت ممتاز الدمنهوري. ايوه ممتاز الدمنهوري بالظبط هو ده. في دماغه بس ان هو يستمتع، يحاول يستمتع بالموضوع، وانا مبسوط الصراحه ان انا اخدت الخطوه دي وغطست. ان شاء الله اما اروح مرسى علم تاني نبقى نغطس بقى هناك، اجمد غطس، اجمد بكتير. هنغطس كلنا. المكان هنا بيسفول جدا، مسالم كده وهادي، ولو انت عايز تنفض دماغك من اي حاجه فعلا قاعده زي دي. ان المكان مش زحمه، ودي حاجه انا بسطاني جدا جدا، وفي نفس الوقت ما هوش فاضي، يعني بحيث ان انت مش حاسس ان انت مفيش ناس ولا كده، بس في اماكن كتيره وناس الى حد ما قليله. هو ده مكان غريب جدا، يعني شكله من بره غريب جدا. كنت عملت بوست للصوره بتاعته على الانستجرام، فعايزين نخش ناخد جوله كده، كلها حاجات عشوائيه. هو اصلا حتى هو كاتب على الباب اي كلام. الباب قديم جدا. الباب لما كان مقفول خش. ولا اي كلام. سبوكي. مكان عشوائي جدا. حاجات مالهاش اي علاقه ببعض. بس لو سمحت. اوكي مان. اوكي مان، ثانك يو مان. بلاش اصور؟ يعني خد لك صورة شخصية. ده انا بشير لك المكان. حبيبي مان. عايز لما اصورش احذف الفيديو حالا. لا لا عادي مان، اشتغل مان، بس يعني ماشي مان. اوكي مان. اوكي. عيش براحتك مان. انا مش عارف مين اللي جمع الحاجات دي كلها مع بعضها، حاجات غريبة جدا. ترس عجلة. واو. شرايط قديمة. نو مان، وير فلوجين مان. بنعمل فلوجز مان. اوكي مان. اوكي مان. انا عايز افهم بقى ايه ده بقى، يعني فهمني. ده ريسايكل. ايه؟ ريسايكل. بتعمل ايه يعني؟ ريسايكل. شغل يدوي كله. او اي حاجة هنا للبيع صح؟ اي حاجة للبيع، بس ايه حاجات وحاجات، مش كله للبيع. بس نايس ديزاين مان. يعني احنا لازم يعني كل الناس على فكرة بتيجي على الباب بتاعكم تتصور برضه. الحمد لله. اوكي. باب بيعبر عن الحياة عشوائية. بس بالظبط كده. لا عشوائية بالعصر العشوائي. اوكي مان، اسمك كريم ايه؟ اسمي وليد مان. وليد. نايس تو ميت يو مان. نايس تو ميت يو. اوكي مان. منين مان بقى؟ من طنطا مان. اوه مان. أوه. حبيبي. شكرا حبيبي. بصراحة مش عارف ايه فايدة المكان جوه، بس حاجة مختلفة، something different يعني. انت جوه ورا الباب إيه؟ كاتب مفيش فكه سعد زغلول. مفيش فكة. قول له هو فعلا سعد زغلول قال كده؟ هو فعلا سعد زغلول قال مفيش فكه. هو يديك بالباقي اي حاجة. نايس بس المكان غريب فعلا جدا. عسل وليمون. انا تعبان جدا صراحة يعني. عندي برد واحتقان وحاجات غريبة كده من ساعة ما جيت، بس الواحد بيقاوح، فبحاول قدر الامكان اتجنب اي حاجة ساقعة. ومعايا دواء هنا باخد كل يوم برضو. دي شنطة الادوية بتاعتي اللي انا يا one of those. رايحين دلوقتي جبل طالعة كده، ف مش هنحط اي expectations علشان ما
ما نحبطش يعني، فسايبينها كده للظروف يعني، مش ولا ايه يا شباب؟ حطينا اكسبكتيشنز يعني، نلاقي مثلا حد بيشوي خروف او حاجه زي كده. يلا بينا نشوف ايه الدنيا. مش عارف هتخش ولا لا هتسوقي. خلي بالكم انتوا بس من نفسكم، انا عن نفسي عادي. اوكي. عادي في حبل، لو في حبل عادي. واو ضيق جدا لوب يعني. امشي بالعرض يا برنس. كله امشي بالعرض. بالعرض عشان خلي بالك من دماغك هترتاح. اوكي كنت بحسب ولو ما فيش احسن. والله. تطلع يا نشوف. هات ايدك. عاش. اوكي يلا. على وضعك. اصل انا خفت من الحته دي. على وضعك. حلو جدا. اي حاجه. شكرا. اشوفك على خير بعد ساعتين. هتكون موجود. لما طلعنا على الجبل التليفون لقط STC وبعتوا لنا رساله. يعني لقطنا السعوديه هنا دلوقتي. وصلنا لحته عاليه في الجبل، يعني انتوا شفتوا الطلوع عامل ازاي، وخلينا اقول لكم ان اي زحليقه بموتة. الجو حلو ونضيف، هوا نضيف جدا، وكمان القمر بدر الليله دي صادف من حسن حظنا، فاحنا شايفين الجبال. طبعا الكاميرا مش قادره تشوف الكلام ده، بس طفي كده النور يا محمد. يعني مش عارف هتشوف الكاميرا ولا لا، يعني الكاميرا بتعاني بس للاسف مش جايبه يعني. بس جميل يعني، القعده هنا احسن بكتير من تحت بقى. بالتالي ممكن تكونوا سامعين، او ممكن يكون الهواء داخل في المايك، مش عارف. بس هو احنا كلنا قلقانين من النزول. يعني بس مش حد عايز يتكلم، يعني احنا كلنا قلقانين من النزول جدا، لاننا احنا طالعين بصعوبه، فالنزول اصعب بكتير من الطلوع، فربنا يستر. عملت اختراع عشان الاضاءه الجميله اللي على وشوشنا ديت. حطيت التليفون في كيس كنا جايبينه، فعامل ديفيوجن، عامل زي سوفت بوكس كده للاضاءه. بص انا خايف جدا. لو جيت دهب ما تطلعش رحلة الجبل او السهرة البدوية او الليلة البدوية whatever اللي بيقولك عليها اسمها ايه يعني. فكسانة جدا جدا جدا. يعني الموضوع عبارة عن ان حاجة كده وسط جبال، قاعدين ناس قاعدين، وفي دي جي ومشغلين اغاني شعبي سخيفة، وبنات والشباب عمالين يرقصوا ويهلسوا. طبعا ملذة وطب بقى من الايه، من المشروبات والكلام ده يعني. فاحنا ما عجبناش النظام ده خالص، فقلنا الراجل طلعنا جبل يعني، او طلعنا ايه، حته عاليه كده، فعلى اساس ان احنا هنطلع تبه ونقعد فوق. وشفتوا الموضوع كان عامل ازاي في الطلوع والنزول، فكان الموضوع خطر جدا. مش عارف بعد ما نزلنا احنا ازاي اصلا هودناه وطلعنا معاه والكلام ده. فكسان جدا جدا جدا. كان متاخر علينا في الرجوع ساعه، العربيه جت متاخر، ما انبسطناش. مش حاجه حلوه، ما تضيعش وقتك فيها، مش هتنبسط يعني، مش هتشوف حاجه واو، مش هتعيش الحياه البدويه مثلا وتلاقي ناس بدو فعلا يعملوا لك شاي او حاجه زي كده. مفيش الكلام ده. ما تطلعش الجبل لما تيجي دهب، اللي هو وادي اسمه وادي اكسوي تويلات. عشان برضو ما نقفلش الفلوج على حاجه مش لطيفه. القعده فوق كانت حلوه يعني، اي نعم احنا تعبنا في الطلوع وتعبنا اكتر في النزول، بس القعده فوق كانت حلوه يعني، وخدنا صوره حلوه فوق. بس هل كانت تستاهل؟ ما اعتقدش.
تاني يوم رايحين دلوقتي نعمل نركب بيتش باجي ونركب جمال وشويه حاجات كده. معرفش اصور علشان مش معايا الجو برو، ان شاء الله هنجيبها قريب يعني. فخلينا نستكشف المكان. مش مبهورين يعني، مش الحاجه الواو اطلاقا يعني. هو المكان ممكن يظهر جبال بقى وحياه بدويه وبتاع، بس يعني yeah that's it. شجر او نخل وجبال. there's nothing interesting more than that. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سنن العهود. ايه الاخبار؟ اخبار بتصور وحدها. قوافل نعرفها. اسمك ايه؟ ايه؟ يوسف. عندك كام سنة؟ 8. تروح المدرسة؟ تروح؟ عندكم مدرسة هنا؟ سنة. سنة كام؟ 8. تانية؟ ماشي يا يوسف. انتوا عايشين هنا؟ بيتك فين؟ عند الحاج شميع. عند ايه؟ عند الحاج شميس؟ شميع. ما نعرفش شميع؟ شميع ده يهودي؟ شميع. تعرف أدرى بجميع؟ قادر ابو جماعه؟ عادل. عادل ابو جماعه لا عند عادل؟ انا سمعت قادر ابو شميع. اوكي طيب يعني نضرب براد شاي، ممكن ناكل مثلا شويه تمر ونضرب براد شاي، يبقى حاجه جميله جدا. تسلم، شكرا. شوف لا، انت كلامك واحد مصب صح. معاه ايوه. جايه بس هو طلع مليان على الاخر. انا كنت فاكر ان انا لسه هيديله حق. اديله بقى الايه؟ اديله حق، طلع مليان على الاخر. اوبا. يلا وحش. اوبا. واو، كمان واحدة. فان فاكت عن رحلتنا لدهب هنا، ان اكتر حاجه استمتعنا بيها هي الحاجات اللي ببلاش، اللي ما دفعناش فيها فلوس. احنا مثلا نطلع نقعد على البحر، اننا نتمشى على المشايه. هتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل اكتر لما نرجع ان شاء الله. الكلب ده من ساعه ما جينا وهو راقد على ظهره كده، مش عارف ليه. نعدي عليه كل الوقت نلاقيه كده مستموت. هو عايش على فكره بس مستموت فيها، مش عارف ليه. لو جيت دهب لازم تيجي تاكل في المكان ده، يعني مكان حلو جدا. حاج محفوظ طلع عارف بلدنا والناس اللي عندنا والكلام ده كله. اوكي يلا بينا. السلام عليكم. الله يخليك. شرفتونا. حاج وسلام لكل البلد. مبسوطين جبت اكل حاج محفوظ شخصيا. الاكل كان بارد علشان كان معايا مكالمه طويله شويه، بس الاكل كان لذيذ حتى وهو بارد. انت عارف هو هيجي على المايك. راجل المفروض الناس تيجي تتعلم منه. الناس تقريبا واقفه كتير عشان ما فيش مكان، ففي حد جاي في هوا تعالى ندي تي ام. لا، في حد جاي بيقول له هنقعد فين؟ مفيش مكان نقعد فيه. بيقول له هنقعد ولا نمشي؟ احكي الموقف اهو. بقول له هنقعد ولا هنمشي؟ تعالى كده. الراجل جاي يقول له هنقعد ولا هنمشي، فقال له لا هتقعد طبعا. قال له طب فين طيب؟ قال له على دماغنا يا حاج. فلا يعني ثبت الراجل يعني وش. استنى ما نسحب فلوس عشان ما عندناش فلوس. مروحين دلوقتي، يلا بينا.
والله بنزين يا ولاد، ما تقلقوش. الراجل ده من 150 كيلو العربية خلاص البنزين، مش هنلاقي بنزين، هلاقي في وسط الطريق. ساب شغلت الكاميرا، هنلاقي بنزين يا ولاد ان شاء الله، ما تقلقوش. انا ما بفهمش في العربيات قوي يعني، بس المفروض ان بيبقى في احتياطي بتمشيك شويه حلوين يعني، في معامل امان في التصميم بتاع العربيه، فرب الله المستعان يعني. لقينا بنزينه الحمد لله الحمد لله. شوف فرحه وفاء لما لقينا البنزينه مثلا ايه، زي واحد عطشان ولقى بير ميه في الصحراء يعني. يا جماعه هنقف في طريق مقطوع، الله اعلم هنلاقي حد يساعدنا ولا لا. هو بيبقى وفا بيقلق جدا جدا يعني، فاحنا كنا طول الطريق عمالين نهديه. عايز فلوس اخيرا. ورجعنا البيت، ودلوقتي اقدر يعني اقيم الرحله من حيث مميزات وعيوب. فسريعا كده مميزات الرحله ديت انها كانت بريك حلو جدا، بتفصل من حياتك ومن شغلك وبتطلع تستمتع شويتين. حلو الميه اساسا بتريلاكس جسمك خالص وبتريح ظهرك لو عندك وجع في ظهرك ولا حاجه. حلوه البريك كان جميل. اننا سافرنا قبل ما كل واحد ينشغل اكتر في حياته، واحنا اوريدي كل واحد مشغول بشغله، بس مجرد كل واحد بيتجوز مثلا ويخلف كده، فالعلاقات ايه بتبعد، ويبقى حته ان انت تطلع حاجه مع اصحابك بتبقى صعبه جدا علشان بتقدروش توفقوا الوقت مع بعض. فكويس ان احنا عملنا حاجه دي قبل المرحله دي. الغطس اجمد حاجه على الاطلاق عملناها هناك، على الرغم ان يعني الشعب المرجانيه في دهب مش قد كده يعني، ما تقارنش مثلا بحته زي مرسى علم، بس الفكره ان احنا خدنا التجربه رغم ان مفيش حد فينا بيعرف يعوم، بس نزلنا وجربنا وجرأنا، وكانت تجربه جميله جدا. الغطس اجمد حاجه عملناها في دهب. قعدة الجبل على الرغم ان المخاطر في الطلوع والنزول، وان احنا يعني لما تيجي تقارن المخاطر مقابل الفايده هتلاقي انها معادله خسرانه، بس القعده فوق جميله صدقا يعني، فيها هدوء كده وانر بيس. عارفين الانر بيس؟ انت بتطلع بتستريح وش فوق، انت بعيد عن الناس كلها، فيه هدوء وفيه سكون، حتى لو في دوشه تحت مش واصلك فوق. بس لو يمهدوا طريق للناس يطلعوا وينزلوا منه هتبقى اجمد بكتير. المشايه حلوه جدا، البلد مش زحمه، والحاجات رخيصه يعني، تروح سوبر ماركت تشتريها زي ما بتشتريها من القاهره او من طنطا او من اي حته. فدي نقطه مهمه جدا، المشايه هاديه ومش زحمه وبلد لطيفه كده وخفيفه. وكمان خدنا خبره لو هنروح دهب تاني، فاحنا عارفين الاماكن اللي هنروحها وهنروح دايركت عليها، مش هنقعد نسال ونلف وكده، فدي برضه تحسب كميزه. بالنسبه للعيوب، يمكن اكبر عيب او اكبر حاجه يعني فصلتنا من الموضوع خالص هي الهيدن فيز او المصاريف المستخبيه. احنا صرفنا يعني، احنا دافعين فلوس وما عندناش مشكله خالص، احنا طالعين ننبسط، يعني عشان تاخد حاجه نظيفه لازم تدفع يعني. للاسف في فلوس مستخبيه جوه الحاجات اللي انت دفعتها. يعني مثلا انا دفعت مبلغ مقابل رحله بطلع بيتش باجي وسنوركلينج وبركب جمل. اروح للسنوركلينج يقول لي بص انا هديك النضاره والفنز، بس اللايف جاكيت ده بيتاجر. يا عم ازاي؟ طب يعني انا واخد الباكج على بعضها. يقول لي لا روح اتصل بالمكتب او اديني فلوسي وبعدين ارجع خدها من فحوارات بتفصلك من الجو. حاجه زي دي لو طالع رحله بحريه بقى العكس، هيديك النضاره واللايف جاكيت بس هتأجر الفنز. فلقيت ان الناس كل همهم ان هو يعصرك او ينزل منك فلوس او ياخد منك فلوس قدر الامكان يعني، ما بيحاولش يركز ان هو يبسطك. لو انت انبسطت هتديله فلوس اكتر، بس احنا ما عندناش الثقافه دي يعني، ان انا احرص كل حرص ان انا ابسط الزبون، وهو لو انبسط والله هيديني الفلوس وهو مبسوط جدا. ما عندناش احنا الحته دي للاسف. اكتر حاجه ضايقتني في دهب دي على الاطلاق يعني. واخر حاجه ان السنوركلينج والدايفنج زي ما قلت ان الشعب المرجانيه ما كانتش قد كده يعني، ما شفتش حاجات بهرتني خالص. الخلاصه هروح دهب تاني ممكن، بس ممكن المره دي نطلعها مع شركه سياحيه تكون هي مظبطه البرنامج او البروجرام، بحيث ان انا ما اشغلش بالي. هروح الفندق اقعد واكلي وشربي ضامنهم، والاماكن اللي انا رايحها عارفها مسبقا، وكمان هدفع فلوس اقل. ان شاء الله في اخر الفيديو هسيب لكم صوره كده سكرين شوت، احمد دسوقي مراجع حسابات عمل لنا يعني مسوده كده كل حاجه احنا صرفنا كام في كل حاجه ونسبه مئويه من المبلغ الكلي، فبحيث ان انت تاخد ايه ريفرنس من الموضوع. ف يعني لو انت هتروح دهب يعني دي حاجه زي ريفرنس كده ليك للفلوس اللي هتصرفها. احنا كنا 3 قاعدين في اوضه تريبل باكلنا بكل حاجه هتلاقيها في الورقه دي. طيب هل ارجح دهب لحد؟ هي بلد جميله جدا 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 وهتنبسط فيها لو انت عارف رايح تعمل ايه، او لو انت رايح مع شركه سياحيه اوكي. لكن لو انت خلاص قررت ان انت هتروح دهب وهتقطع المشوار ده، فزق شويه وروح مرسى علم.
مرسى علم احسن بكتير جدا. السنوركلينج والدايفنج هناك حاجه خرافيه. الحياه البدويه او الليله البدويه هناك احسن بكتير من دهب. فارجح مرسى علم بشده، وان شاء الله النوبه الجايه لو هنطلع طلعه هتكون لمرسى علم باذن الله. يا فلوج طويل جدا انا عارف، بس انا كان قدامي خيارين، ان اما ان انا اخليه 3 فلوجات او 4 فلوجات او فلوج واحد مضغوط شويه، فاخترت ان انا اعمله فلوج واحد بحيث ان انت تعيش الاكسبيرينس وما يكونش فيه فصلان في النص. اشوفكم ان شاء الله في الفلوجز اللي جايه. سلام.